اصحي الصبح اشربي كوبايتين ميه سخنه وعليهم عصره ليمونه عشان تخسي. لو ما عملتيش الكلام ده مش هتخسي. قواعد دايت السعاده الأربعين، القاعده رقم 4: مفيش حاجه اسمها كده. الميه بتحسن جدا الهضم، بترفع من مستويات الحرق، وفعلا بتخليكي يحصل لك ديتوكس وجسمك ينضف. بس الميه الساقعه او السخنه مش هتفرق. كل الدراسات اللي اتعملت لقيت ان مفيش فرق ما بين الميه السخنه والميه الساقعه، كلها اجتهادات وكلها حكاوي القهاوي. مفيش اي حاجه تقول ان الميه السخنه احسن من الميه الساقعه. بالعكس، في دراسات اثبتت ان الميه الساقعه بتساعد على الريهايدريشن او ترطيب الجسم اكتر من الميه السخنه. فخلاصه القول ان دي مش قاعده. جايز تفرق مع ناس عشان بتحسن لها هضمها، بتخليها تدخل التويليت اسرع، بتفرق معاها في اي حاجه تانية، لكن مش دي القاعده اللي بتخليكي تخسي. لو انت ما بترتاحيش على حاجه زي كده ما تعمليهاش. والله لو بتريحك هي considered safe على اساس الابحاث اللي اتقالت ان هو الموضوع ده امن، ما فيهوش اي مشكله، مش هيضر. هو ممكن ما يفتش بس مش هيضر. حابه تعمليه اعمليه، مش حابه بلح. اشربي ميه كويس كل يوم من 2.5 لتر ل 3 على حسب انتي جسمك ووزنك ايه. وطبعا الرجاله بتشرب اكتر وانتي هتخسي تبقي زي الفل. لو عايزه تعرفي اكتر عن الدايت متنسيش تعملي لي فولو، ولو عايزه تخسي وتتابعي معايا انا وفريق الطبي في دايت السعاده ابعتي لنا رساله. اشوفك الفيديو جاي. باي باي.